انت متخيل يا مؤمن اللي احنا كنا بنتفرج عليه امبارح ده منتخب مصر اللي عنده السبع بطولات؟ 7 بطولات وبقاله 14 سنة ما خدش بطولة، ومفيش منتخب عارف يجيب عدد بطولاته. لك ان تتخيل يا مؤمن ان فيتوريا طلع قال لك في مؤتمر صحفي: انا مش جاي اوعدكم بحاجة. هو احنا مستنينك تيجي توعدنا بالجواز مثلا؟ اما ليه احنا اللي عاوزينه منك ايه غير انك تجيب لنا افريقيا وتجيب لنا وتودينا كاس العالم؟ وتسلم دماغ امك على كده. اللي احنا شفناه امبارح ده يا جماعه فريق بكابورتات، فريق مشي حالك يلا. انت متخيل؟ ده احنا ما لعبناش ب2 جنيه ونص كوره. ده كونغو الديمقراطيه كانت بتجيبك يمين وشمال على اساس ان هي اللي بتتحكم في المباراه. دول نزلوا 6 لعيبه سففوك التراب، 6 لعيبه بدله. ده انت مش عارف تعمل كوره عدله. انا عايز اعرف يا فيتوريا، نفسي اعرف انت مدرب الفرقه على ايه؟ انا ما شفتش تكتيك في المباراه، ما شفتش باص خد وهات. ده احنا ما مسكناش الكوره 10 مرات على بعض في مره واحده. ده احنا ما بصيناش الكوره لبعضينا 10 مرات في مره واحده. انت جاي ليه؟ هو انت جاي تتعبنا يا ابني؟ ده اللي بيبقى قاعد على القهوه بيتفرج بيروق مزاجه من واحد امه ولا مراته مشبشباله، واللي دافع غرامه في شغله عشان غلط مش عارف ايه، جاي يفضي دماغه ويتفرج ويشرب حجرين الشيشه ويروق على دماغه. ده انتوا نكدتوا علينا يا جدعان، ايه القرف ده؟ هنلعب كوره امتى؟ هنلعب كورة امتى يا جدعان؟ هنشوف منتخب كورة امتى؟ ده انتوا فريق مزاريطة. ده انا حاسس ان فريق مزاريطة بيلعب. وانت يا عم فوتر ولا فيتوريا انت؟ هو انت جيت تعكها في الاول وعكتها تاني في الاخر؟ طب بتطلع مروان عطية ليه؟ بتطلع مروان عطية ليه؟ منني موجود، ما تسيب مروان عطية ونزل تريزيجيه في نص الملعب ونزل مرموش على الجبهة اليمين ولا الشمال اللي بيلعب فيها. وفي اخر الماتش جاي تعكها خالص؟ ده انت خليتها صحراء. ايه يا جدع في ايه؟ مروان عطية والنني وتريزيجيه وزيزو. ده انا حاسس انك كنت هتغير جنش وتنزل ياسر ابراهيم في الجون ايه يا عم في ايه؟ انتوا بتتعبوا نفسيتنا ليه يا جدعان؟ ابوس ايديكوا انا مش عارف هو اتحاد الكرة ده عاوز مننا ايه؟ انتوا تعبتونا يا جدعان، عليا الطلاق انتوا كرهتونا في الكورة. دي الحاجة الوحيدة اللي مصبرانا على القرف اللي احنا فيه ده. الحاجة الوحيدة اللي بتنسينا القرف واللي احنا بنشوفه يعني مش عايز ادخل حاجة في الكورة، بس ايه القرف ده؟ ليه يا جدعان؟ ده كان ناقص نصعد لدور ال8 ب4 تعادلات. ده احنا ما حصلتش في تاريخ الكرة الافريقية يا جدعان. 7 تجوان ولا 8 تجوان فيك يا محترم في 4 مطوشة. ايه يا جدع ده؟ ما احنا قلنا سيبوا كيروش يكون فريق من البطولة اللي فاتت للبطولة دي عشان يبقى عنده فريق محترم يلعب. وكان الراجل بيطلع لنا شوية لعيبة من تحت كده وأول مرة يظهروا عيال جديدة كده حركة. مش هو اللي جايب لنا مرموش دوت؟ مش هو اللي احنا أول مرة نعرف عن مرموش ده في عز كروش. أنا مش عارف أعمل إيه. ومختار لي في القايمة بتاعت المنتخب لعيبة مكسحة بقالها سنين ما بتلعبش. فتوح ده بقاله بتاع 10 شهور ولا سنة في الزمالك ما بيلعبش. احمد الشناوي ده جايبهولي وهو اصلا بيراميدز ما لعبتهوش معاها في البطولة بتاع كاس السوبر المصري.
ايه طيب يا جدعان؟ ونص اللعيبه جايبها مصابين. ايه يا ابني؟ في هو انت كنت بتتفرج على مين في البطوله؟ انا يا جدعان وربنا ما عايز احرق دمي، انا هروح شغلي. وبصوا احنا كرهنا ام الكوره دي وكرهنا ام اللي بيلعبها. هو مفيش غيره الاهلي اللي مفرحنا، والله على النعمه هو خيره على البلد دي بعد ربنا. اه والله العظيم. نرجع بقى كده والاهلي يمشي الكلام ويظبط حاله، عشان الواحد تعب. سلام.